بس حبر على ورق انه هاي دراسه الاعلام، لو اكو تطبيق على ارض الواقع واكو استوديوهات خاصه بالكليه؟ الحمد لله، وبدون مجامله وما اجامل العماده ابدا. عميد الدكتور فاضل البدراني حقيقه، وحتى العميد السابق، انه احنا عندنا استوديو متميز جدا حقيقه، لا يقل مساحته عن الاستوديو الكبير لشباب وبنات، ولكن ما اقول لك بالامكانيات الضخمه، ضمن الامكانيات المتاحه. حاول اسالك سؤال بشكل حتى سريع. ندخل عملي. انت مختاريك يمكن بمصر، يعني اختارك سفير او هيك شيء مثلا من قبل مصر في العراق. امثل الشباب العراقي في المؤتمر. طيب تتخيل انه راح تمثل الشاب العراقي باوجه تمثيل بصراحه؟ والله امنيه حياتي، مثل ما علي حسن في ذا فويس قدم صورة جميلة للشباب العراقي، مثل ما المصمم ميلاد حامد في تصميم. كل واحد بس احنا نريد نشوف شغلات ملموسة وامر واقع. ان شاء الله هذه بداية في التغطية الإعلامية. يعني احنا في التغطية الإعلامية احنا انطونا مهلة 20 يوم انه كل سفير في بلده يسوي تغطية إعلامية إلى ترويج له، وانا بديت الخطوه الاولى من شباب وبنات. لقاء مباشر حقيقه لي شرف جدا انه يتعرف عليه جميع المنظمات. تحب مايكل جاكسون؟ انا الصراحه ما اميل للغربي، اميل الى كارم الساهر فقط للعربي. واتمنى يعني من شباب وبنات، باسم شباب وبنات وباسم الشباب العراقي، انه كل من يريد يتعامل معي، كل من يريد يحقق شيء للشباب، كل مسؤول عراقي بعيدا عن الاحزاب، كل منظمه الى وزاره الثقافه، الى وزاره الشباب والرياضه، ان شاء الله الى منظمات المجتمع، انه يتعاونون معي حتى نقدر نحقق شيء للشباب العراقي، ونقول الشباب والبنات متالق في المحافل الدوليه وفي بلدان. احنا الصراحه يعني احنا نفتخر انه عندنا شاب بعمره اكيد شيء عنده هالاسترسال بالكلام، عنده الثقافه بالحوار. احنا سعداء جدا بك ونتمنى انه تحقق حلمك اللي موجود يا رب، وتمثل الشعب العراقي باحسن صوره قدام البلدان العربيه بدعواتكم وبدعواتكم اكيد بدعوات كل العراقيين. حالم لازم نسوي. لا بالعكس، ممكن انه الحلم والطموح يكون على ارض الواقع اذا عندنا اراده. ان شاء الله من بعد ما ارجع من مؤتمر القاهره ان شاء الله راح ابيض وجهكم واقول لكم شنو اللي حققته ان شاء الله. انا استقيت المعلومات التكنولوجيه. صراحه عندنا فقره احمد الصالحي والتكنولوجيا. لا انتم يمكن ما سالتوا نفسكم ليش سالت